طبعا اليوم ما عندي شي، قلت راح أسوي شوية دولمة اللي أنا ومريم. طبعا مريم بنت أختي يمي. أول شي بديت أغسل السلك، طبعا ما سويت الباقي كلها، شوية من عندها حق جدر صغيروني. هاي الضلوع كلش نحبها. أغسل السلك، طبعا أنا قطعت السلك قطع صغيرة حتى تصير الدولمة هاي صغيرونة. أغسله غسل زين كلش. هاي الحشوة مالتي كملتها، طبعا حاطة بيها كل شي، ملح يمندوزي فلفل أسود. الحشوة هي تمن وطماطة ثرمت، وهنا أنا حطيت المعجون خاشوقتين إلا ربع تقريبا، وأبدي أخلط المكونات مع بعضهم حتى تصير عندي كاملة بيها معجون وريحتها كلش طيبة. ثرمت بصل وشبند، وهمينة أخلي وياها معدنوس، أكو ما يحبوه، أنا أحبه يعطيها النكهة طيبة. هنا أنا خلطت المكونات مع بعض، راح أبدي أخلي زيت بالجدر، اللي يحبها دسمة يخلي هواي، واللي ما يحبها دسمة اعتيادي يضيف شحم. جو الجدر طبعا أنا ما خليت، لأن خليت بالحشوة. هنا أبدي أصفط الضلوع، أنا كلش أحب هاي الضلوع، أبويا هم يحبها وكنا نحبها. يعني أصلا الجدر من يصير لاجح هي أطيب شي راح تصير هاي بالجدر. هسه كملت تصفيطهم، وراح أبدي ألف البصل. طبعا البصل يصير بالأخير، وأكو يخلوه بالوسط وأكو يخلوه بالأخير. أنا أحب أخليه جوا الجدر، يعني يصير لاجع، تكون من تحت رق البصلاية طعمها يصير يخبل. هسه أبدي أخلي الحشو بالبصل وألفه وأخليه بالجدر مثل ما تشوفون. طبعا سويت راس بصل واحد مو هواية، لأن إحنا قلت لكم نفرين. طبعا هو أطيب شي البصل، أنا ما أكل البصل، أكل الحشو مالته وأشمل البصل. انتي هم مريم؟ هسه راح أكمل البصل وأبدي أشتغل بالسلق. طبعا اليوم دولمتي فقط سلق وبصل. أجيب السلق وأخليه، طبعا خليت عليه ماي حار حتى شوية يذبل. بديت أخلي السلق اللي نقعته بماي حار حتى باللف يكون سهل علي. وهنا بديت ألف السلق وأخليه فوق البصل، يعني حتى يتغطى البصل. طبعا هاي صارت كلش طويلة، أنا قطعتها يعني صغار وكبار، يعني حسب السلقاية، اكو سلقاية كبيرة اكو صغيرة. هنا لفيت السلق وانتظروني بالنتيجة، أشوفكم الجدر من يستوي. وهسه استوت الدولمة، وهذا الشكل النهائي لها. طبعا نطبطب على الجدر شوية، راح أشيل الجدر ترى شوف البخار طبعا. وهنا لا طبعا هذا الطعم اللي بالأخير يموت، دائما يصير أطيب شي، ما يعوض بيها حموضة. وهنا الزلاطة، ولا تنسون اللايك والاشتراك إذا عجبكم الفيديو. باي باي.